بُصّوا بقى، لازم تعمليها وتحتفظي بيها في التلاجة هتسعفِك في وقت الأزمات، أسهل أكلة وأرخص أكلة ممكن تعمليها في الوقت اللي إحنا فيه ده. معايا هنا بصلاية كبيرة ومعايا راس توم ومعايا قرن شطة وممكن قرنين والشطة حسب ما أنتم عايزين. هانزل في شفشق الخلاط بنُص كوباية مَيّة، وهانزل عليه بالبصلاية والتوم والقرن شطة. لازم بس يكون الخلاط بتاعِك قوي شوية علشان يستحمل الخطوة دي. هاضربهم لحد ما ينعموا كده، أنا شايفاهم إنهم تقال، هازوّد شوية مَيّة كمان صغيّرين عشان أعرف أضرب بقية السوايل. هاحط هنا ربطة بقدونس كبيرة ومعاها شوية شبت، يعني عودين قصدي كزبرة، عودين 3 كده كزبرة، مش كتير. هاغسلها طبعًا وانقعها واقطّعها حتت وهاضربها برضه في الخلاط، ونشوف بعد ما بنضربها في الخلاط بتبقى شكلها إيه. الكزبرة حقيقي يعني أنا كنت مجففاها فخدت معلقة من المجففة اللي عندي. هاضربها في الخلاط وشوفوا الفرق بينها وبين ما بتعمليها في الكبة شكلها إيه. لازم تعملي الخطوة دي في الخلاط قبل ما تستخدمي حتى كبة، لإن هتفرق جدًا في اللون وفي الطعم وفي الملمس بتاع العجينة بتاعتِك، هتبقى ناعمة وكلّها لون واحد كده، مش الخضرة مقطّعة فيها والبصل مقطّع فيها. خلاص انضربوا أهُمّة وبقى لونهم أخضر وزي الفل. أنا ما عنديش كبة مثلًا في الحالة دي باجيب اللحمة. أنا هاستخدم هنا هامشي بس معاكم الأول بالخطوات، أنا باورّيكم اللون هنا في الخلاط بيفرق خالص. شايفين الخليط بقى ناعم كده ولونه أخضر أوي وجميل. معايا كيلو لحمة لحمة مفرومة بس تكون قليلة الدهن، تكون قليلة الدهن، ما تكونش دهنها كتير. معايا هنا كيلو رز أنا غاسلاه ونشّفته في الair fryer كده 10 دقايق على درجة حرارة هادية وطحنته في الكبة بيتطحن معاكِ بسهولة. ومعايا نُص كوباية شعرية. هانزل بقطع اللحمة مش كلّها حتّة لحمة معلقتين رُز ومعلقة شعرية. طبعًا إحنا عرفنا هنا هنعمل إيه، هنعمل كفتة الرُز ومعلقة شعرية. الشعرية أو المكرونة بتخلّي الكفتة تسمّخ كده وتبقى حلوة جدًا. بُصّي بقى، هتضربي حبّة بحبّة لو هتضربي في الخلاط من غير كَبّة، لكن أنا بقى عشان هاعمل كيلو هاضرب في الكَبّة أستسهل الوقت، بس أنا وريتكم أهو انضربت في الخلاط عادي. هاقطّع كل ال أف أفُك اللحمة عشان مجمّدة شوية أفُكّها على الرز وعلى الشعرية وهادلق عليها الخليط اللي أنا حاطاه في الخلاط. خلاص هاحطه كده لإني هاضربهم في الكَبّة على مرتين 3 عشان أخلّص بس وأنجز وقت. لكن في الخلاط بتنضرب عادي وما فيش مشكلة، بس بالراحة اضربي ثانية وقفي عشان ما تبوظيش خلاطِك وتقولي إحنا السبب. أو ممكن هاقول لِك حل تاني، تضربي الخليط ده وتحطي وتعجني بإيديكِ من غير بقى خلاط. يعني اضربي السائل ده في الخلاط وحطيه على الرز واللحمة واقعدي اعجني بإيدِك بقى هيسمّغ معاكِ وهيبقى زي الفل. فضّيت الخليط وضربته في الكبة شوية بشوية لحد ما بقى بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. ما تغمقيش وتكتري الخضرة كتير عشان الخضرة لمّا بتكتر بتخلّي لون الكفتة أسود، لمّا تيجي تقليها تبقى لونها أسمر. ولمّا تيجي تحطيها في الدمعة بتبقى سمرا، فخلّي اللون كده الأخضر الفاتح ده البيستاش ده عشان يبقى حلو معاكِ. حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت شوية شطة من اللي ناشفة أو شطة مهروسة. وكمان السر والمكون بتاعها اللي بيخلّيها هشة ومقرمشة البيكنج باودر أو البيكنج صودا. عندِك بيكنج باودر هتحطي معلقة كبيرة، بيكنج صودا هتحطي نُص معلقة صغيرة كده. أنا حطيت بصراحة بيكنج صودا لإن نتيجتها في الحاجات دي بتبقى أحلى، وطلعت على فكرة آمنة وما فيش منها أي مشاكل. استخدمي البيكنج صودا باعتدال وما فيش منها مشاكل خالص. أنا هابدأ أعجن بقى بإيدي عجينة هاصمّغها. طبعًا الكبة بتسهّل خالص إن هي تبقى واخدة حتّة التسميغة، بس لازم شوفوا هي لسه مفرولة إزاي ما أعرفش أمسكها كورة. هاتنّيني أعجن فيها كإني باحوّلها لعجين، وده السر والمكون اللي بيخلّي كفتة الرز ما تفُكِّش منِّك وما تبوظش. كفتة الرز تفُك منِّك في حالتين 2، الرز قليل واللحمة فيها دهن. لو اللحمة فيها دهن الكفتة بتكِش وأنتِ بتقليها وبتفرول كده وتفتّح. ولو الرز قليل نفس الحكاية، هتكِش برضه وتفتّح. فهي رُزّها المضبوط الكيلو عليه كيلو. وممكن كمان في ناس بيحطّوا الكيلو عليه كيلو وكيس مكرونة، لكن أنا حاطّة الكيلو عليه كيلو. ويعني شِلت منّه نُص كوباية رُز وحطّيت بدالها مكرونة. خلاص خلّصتهم وقسّمتهم. أنا كنت أقسّمهم كيسين بس حقيقي لقيتهم كتير فقسّمتهم 3 أكياس وبطّطتهم كده. ممكن تصبّعيها وتحطّيها متصبّعة في التلاجة، بس ما بين كل طبقة وطبقة أكياس. وممكن كمان تحمّريها وتحطّيها متحمّرة وتعدّي عدد الأفراد اللي هم عايزين ياكلوا. هتحطّي بقى لكل واحد 5، 6، 10 براحتك خالص.
طبعًا هي نوعًا ما اقتصادية في الزمن اللي إحنا فيه ده، بس هي ما عادتش طبعًا اقتصادية زي زمان، بس لمّا تجيبي اللحمة عشان تدّيكِ نتيجة كويسة، أهم حاجة تكون اللحمة حمرا، وكمان ما تكونش فيها نسبة دهن كتير، والرز اتأكدي إنه يكون ناشف قبل ما تطحنيه عشان ما يبقاش شارب مَيّة. أشوفكم على خير وباي باي.